شوف، خلينا يعني نفرق بين ما يسمى بالعلاقات العامة التي يقوم بها أي بلد وأي شخصية وأي حزب وشرعية لتلميع الصورة، وهذا يعني تطبيق يعني ممارسة جاري بها العمل في الدول الديمقراطية في الولايات المتحدة، وما بين عندي معلومات أعطيني فلوس إذا أردت ألا أنشرها. هذا يعني هذا المنطق هو منطق ابتزاز، يعني تهمة أو مش تهمة، ابتزاز. أنا أريد أن أعود إلى إذا سمحت، وهو هذا النقطة يعني الأساسية بالنسبة للمغرب، تجربة ديمقراطية ناشئة، انعكاسات مثل هذه القضايا على المغرب مثلا. لو كان الأمر يتعلق فقط بإيريك لورون لما أخذ هذا الصدى. لو كان الأمر يتعلق، لأن إيريك لورون يعني كتب كتاب يمدح فيه، والذي يمدح ممكن أن يتحول. في الماضي كان يقال عنه أنه صديق الملك. المشكل الذي أثار انتباه المغاربة وهو قضية كاترين غراسية. كاترين غراسية اشتغلت في المغرب مع ما يمكن أن نسميها الصحافة التقدمية التي كانت تعطي دروس أخلاقية، وكانت تنتقد وتقول بأن هذا صحيح وهذا مش صحيح. كان يعني عندها نوع من الإمامة بين قوسين، التي يعني الأخلاقية، كانت رافعة سيف، هذا كويس وهذا مش كويس. المشكل أنه بعد ما ألقي القبض عليها بين قوسين وتوجهت لها التهمة، كان هناك بقبول 40,000 يورو. أيوة، كان هناك يعني صدمة قوية من طرف أصدقائها الذين كانوا يعيشون معها. مثلا أنا فوجئت بتصريحات ومواقف الصحفي المغربي عمر بروسكي، الذي بالرغم من كل ما قيل عن كاترين غراسي يدافع عنها بشكل قوي. وفوجئت أيضا بتصريحات نيكولا بو الذي كتب معها أيضا كتابا حول تونسيا. إذن هذا يعني انعكاسات هذه القضية على المشهد السياسي والإعلامي المغربي أكثر بكثير، لأنها ستدفع عدة أقلام وعدة شخصيات إعلامية أن تعيد النظر في نوعية العلاقة التي تقيمها مع مثل هؤلاء الصحفيين الذين جاءوا من باريس حاملين الرسالة الحضارية بين قوسين، رسالة حرية التعبير، وإذا بهم يعني توجه لهم تهمة بأنهم يحاولون ابتزاز ملك أو ابتزاز بلد. هذا هو الانعكاس الكبير الذي الآن نعيشه في الساحة الإعلامية المغربية. ومن ثم هناك صدر مؤخرا البارحة أمس في الليل صدر بيان قوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي يدين مثل هذه العلاقات، يدين الممارسات. يعني أنا أدعو صراحة، أنا من هذا المنبر أدعو كل الصحفيين المغاربة الذين يمارسون هذا الإعلام، الذين يبنون هذه الديمقراطية المغربية الناشئة، أن يعيدوا النظر في علاقتهم مع بعض الصحفيين بين قوسين الذي أظهروا بأن لديهم تصرفات إن لم تكن تصرفات سيئة فهي تصرفات تشبه المرتزقة والمبتزين. وهذا الخطر الذي يشكله هؤلاء الصحفيين على الصحفيين المغاربة يكمن في هذه العلاقة. أتوقع أن هذا الجدل سيكون له انعكاسات قوية، والساحة المغربية الإعلامية الآن يعني فيها غليان لكي نفكر كيف ستكون له علاقتنا مع هؤلاء الصحفيين الفرنسيين الذين عودونا يعني اتخاذ مواقف وإعطاء دروس حول المهنة وهو تخص يعني واقع المغرب حاليا وعلاقة الملك محمد السادس بالإعلام وبالصحافة. يعني صحيح أن أبوه الحسن الثاني الله يرحمه كان يعني يهمه كثيرا ما يكتب عليه في الخارج، وما يكتب عن المغرب، وما يكتب عن المغرب وما في الصحافة الأمريكية والصحافة الفرنسية. وكان يهمه أيضا حتى أنه كان يحب التلفزيونات ويحب المقابلات ويعني البرستيج كعائلة ملكية. اللي يبغى يشوف الواقع يرجع اليوتيوب، يعمل حسن ثاني تلفزيون، بيشوف أن الرجل كان يحب عكس محمد السادس يقول يعني ليس أن لا يهمه ما يقال على المغرب، لكن لا يعطي هذه الأهمية لما يكتب عليه. هو الرجل يعني منذ مجيئه إلى الحكم يعني بنى طريقة حكمه للمغرب عبر اتخاذ القرارات والخطوات، ليس عبر الخطب. والدليل على ذلك أنه لا يعطي مقابلات تلفزيونية ولا ندوات صحفية. يعني الحسن الثاني هناك استراتيجية أخذها محمد السادس، أنه أنا أريد أن أتكلم إلى الشعب المغربي وإلى الرأي العام العالمي عبر اتخاذ قرارات هي التي وإيريك لورون أراد أن يعود إلى إيريك لورون. أنا أعود فقط على قضية إيريك لورون، وهذه رواية يعني موجودة، أنه عندما أنجز هذا الكتاب العظيم مع ذاكرة ملك، لما جاء محمد السادس إلى الحكم أراد أن يعمل معه نفس الشيء، أن يقترح عليه بكتاب مقابلات يعني وتلميع، كتاب تلميع، لكن
يبدو أن محمد السادس رفض هذا المشروع، ومن ثم حز في نفس إريك لورون هذا الرفض، عملية انتقامية، ووقع كتاب الملك المفترس لغوا بريداتور. اللي هنا يجب القول بأن الملك المفترس يعني هو العنوان فقط لمتهجم ومنتقد. لما تقرأ مضمون الكتاب لا شيء فيه جديد لا يعرفه الشارع السياسي المغربي. الجميع يعرف كل تفاصيل الجميع أن يعرف أن عنده ممتلكات اقتصادية وعنده مشاركات في شركات، وأن مساهمات في شركات عديدة. هذا شيء طبيعي. هم عملوا العنوان فقط الملك المفترس لغوا بريداتور عشان يبيعوا الكتاب، يعني هذا الطلب. الآن قضية التهمة الموجهة لعملية الابتزاز هي يعني نحن كصحفيين ترغمنا على يعني النظر في هذه المجموعة المتخصصة بين قوسين في فرنسا بقضايا المغرب العربي أو المغرب. يعني هناك من يكتب تحاليل موضوعية وأبحاث يعني موضوعية وجيدة، وهناك من يريد أن يستعمل. المسألة لا تقتصر فقط على المغرب، الجزائر وتونس، هناك من يريد أن يستعمل، هناك من بين الصحفيين من يريد أن يستعمل فون دو كوميرس هذه القضية لكي يتاجر بها، سواء تعلق الأمر عن طريق المديح أم عن طريق. لحد الآن لا نعرف ماذا في هذا الكتاب المفترض الذي لم يكتب ولم سينشران الكتاب. هو قال أنه سينشر الكتاب، هي أيضا قالت أنها ستنشر الكتاب، ولكن الناشر الذي كان قرر فسخ العقد. يعني صراحة ونحن في نهاية هذه الحلقة أنا أريد أن أؤكد على نقطة مهمة، وهي تهمني يعني بالدرجة الأولى، وهو انعكاسات مثل هذه الفضيحة. هي كيفما كان الحال هي فضيحة أخلاقية إعلامية سياسية على ممارسة الصحافة في المغرب، لأن كانت هناك علاقة، وأنت حكيت على ويكيليكس وحكيت على عدة، كانت هناك علاقة إعجاب قوي تجاه هؤلاء الصحفيين الذين جاءوا من عاصمة الأنوار باريس ويقولون كلمتهم بهذه المصداقية. الآن وجهت إليها ضربة، وأطلب من الصحفيين المغاربة أن يتخذوا مواقف ندية تجاه هؤلاء الصحفيين، وألا يبقوا يعني تحت يعني عندهم علاقة فوقية استعلائية مع هؤلاء الصحفيين. يعني الآن وصلنا، ومن بين انعكاسات هذه الفضيحة وهذه القضية أنها منعطف في نوعية العلاقة التي يجب للصحفيين المغاربة والمغاربيين أن يقيمونها مع الصحفيين الفرنسيين والغربيين. يعني انتهى علاقة الند للند، انتهى العهد الدونية، انتهى عهد أنني أنا اللي أملك الحقيقة وأنت يجب عليك أن تطبق. أنا من يلقنك الدروس، لأنني أنا جيت من بلد ديمقراطي ومن بلد